شاهد الجمهور الجزائري يغادر ملعب حسين أيت أحمد بعد دخول ياسمين عماري، وهكذا كانت ردة فعلها لن تصدق ما فعلت. فاز المنتخب الجزائري أمسية يوم أمس الثلاثاء على المنتخب الأوغندي بنتيجة 2-1 أمضاهما الصغير المكير محمد الأمين عمورة في مباراة أشبه بالودية. كون المنتخب الجزائري قد ضمن تأهله لمونديال العام السام في الجولة الماضية أمام الصومال، وشهد اللقاء حفلا بهيجا بمناسبة هذا الإنجاز الجديد لكتيبة محاربي صحراء تخلله تنشيط عروض موسيقية وفولكلورية. واستمتع الجمهور أولا برقصات واحتفالات لاعبي الخضر تحت الأنوار الكاشفة وسط الظلام داخل الملعب، لكن بمجرد دخول المغنية ياسمين عماري غادر عدد كبير من الجمهور الملعب. لكن ردة فعل الفنانة الجزائرية المبدعة كانت قمة في الاحترافية، ما يؤكد شخصيتها القوية وتواضعها الشديد أمام الشعب. فلم تبالي بالأمر وقامت بالرقص والغناء دون توقف. فمبروك للمنتخب الجزائري على هذا التأهل.